هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنحل الاكزامز بتاعه التفوق. عندنا 2 اكزام هنحل في الفيديو ده. اكزام وبعد كده الفيديو تاني هنحل اكزام التاني. لو انت خلصت الهرمونز هتلاقي المعاصر حلين عليه، وهتلاقي التفوق، وهتلاقي المرجع. you can check your answers، بس بشرط ان انت الاول تحل وبعد كده تتشيك يور انسرز. ما ينفعش ان انت تدخل على الحل كده على طول. تمام؟ ولو انت لسه ما عملتش سبسكرايب لينا وعملت لايك للفيديو عشان نكمل معاك، يا ريت ان انت تعمل وتحترموا نفسكم عشان نقدر ان احنا نكمل. ويلا نبتدي دلوقتي. عايزه انوه برضو ان الامتحانات دي ممكن تكون بالنسبه لك صعبه، هي جاست افكار. فما حدش يجي يقول لي اصل انا جبت درجه، لا، احنا مش بنحل الامتحانات دي فور ماركس، بس احنا بنحلها عشان جاست ان انت يكون عندك بس ايه فرايتي من الاسئله. تمام؟ الامتحانات انت عارف بتمتحن معانا الدنيا، تمام؟ هي دي امتحاناتنا. اما اللي ان بنحله مثلا في التفوق او المعاصر او اي كتاب تاني جاست فور ان انت بس ايه، لو جبت جريد حلوه حلوه قوي، لو ما جبتش جريد اعرف السبب فين. احنا بس بندور على الكوز. تمام؟ بس ويلا نبتدي. بيقول study the diagram carefully then answer what role do auxins play in phase 1 of the plant life. الفيز 1 اعتقد ان هي وهو صغنون اللي هي فقرة الجيرمينيشن. يعني ايه جيرمينيشن؟ يعني البلانت جروس، ان انا حطيت البذرة وبعد كده ايه قدرت انها تكبر بقى بعد كده. فانا شايفة regulation او regulating التيشو growth and differentiation. يس، دي انسب اجابة. بس تعالى نشوف بقية الإجابات، يمكن نقدر إن احنا نطلع واحدة تانية نلاقي فيها defect أو نلاقي فيها حاجة تانية. controlling الفلاورز blooming time، اللي هو فتحي يا وردة، أو الوردة إنها تفتح. أنا مش شايفة وردة أصلا هنا لسه. برضو إن هو يحصل الإيه، الريبن، اللي هو اسمها ايه دي، اللي هي الفاكهة انها تنضج. هي فين الفاكهة اصلا؟ وده هناخده ان شاء الله في شابتر 3. يعني ايه فلاور، يعني ايه فروت، والفاكهة ازاي بتتعمل، ويعني ايه الفلاور مش الفلاور اللي هي بتاعت سامحيني يا فندم والحوارات دي. لا. تمام؟ طيب اخر حاجة affecting the growth by activation or inhibition. فين الاكتيفيشن وفين الانهبيشن بالصورة؟ انا شايفة growth، انا شايفة مراحل النمو، مش شايفه اي اكتيفيشن. مش يمكن اكتيفيت الجروث، بس انا فين الانهبيشن؟ يعني لازم عشان اقول اكتيفيشن او انهبيشن لازم اشوف ان في فرق ما بينهم. انا مش شايفه فرق، انا شايفه ان احنا ماشيين في اتجاه واحد الا وهو النمو. حلو. بعد كده عندي رقم 2 و3. بيقول the following diagram shows 3 glands in the human body. study it carefully and conclude. طيب رقم ايه اللي هي البنكرياس، ورقم بي ألا وهي الثيرويد. وهنا مش مشاور على الباراثيرويد. هو ليه؟ لأن الباراثيرويد لونه أصفر، فهو مش مشاور عليهم. تمام؟ وسي دي هي اللاكريمال جلاند. عرفت منين؟ لأنها ناحية العين، ودي المنطقة اللي احنا بنعيط فيها. تمام؟ فبيقول which glands secrete its secrete into a specific duct. والله لو انت قصدك الايه البنكرياس، انا اؤيد جدا، لان هو مشاور برضو بقى على الحته الضغط. يعني انت مشاور بس مش على اي حته في البنكرياس. يعني هو مش مشاور على بره، هو مشاور على الحته دي. فالحته دي اللي فيها الضغط انا معاك جدا. واللاكريمال جلاند كده كده لازم تطلع دموعك في الايه الميه. يعني ما تقوليش اصل احنا دلوقتي في جو الهالوين فيبقى ينزل فيها دم. مفيش الحموريه دي. لا، انت هتشوف الايه، هتشوف الميه نازله ميه بس من غير بلد. فهتبقى A C و A أو A و C whatever. بعد كده 3 بيقول the opposite diagram shows 4 endocrine gland. عندي 4 endocrine gland in the human body. study it carefully and conclude. Which number refer to the gland that regulates the mineral balance in the body. يعني انهي من الاربعه دول اقدر ان انا اقول ان هما بيرجوليت المينرال بالانس. يعني ايه mineral balance؟ المينرال زي ما احنا قلنا اللي هي الصوديوم، البوتاسيوم، ممكن اقول كمان الكالسيوم، ما تنسوش حاجه زي كده. فعشان كده هو هنا رقم 2 قايل اللي هي الثايموس، ودي مش هناخدها دلوقتي، هناخدها ان شاء الله في شابتر 4 باذن الله. طب هنا رقم 1 دي هنا عندي مين؟ هنا عندي الثايرويد جلاند.
طيب رقم 3 دي هنا الادرينال جلاند، ورقم 4 دي اللي هي الايه التستس. طب عرفتي منين ان ده راجل؟ عشان التستس بتبقى اوتسايد البادي، الاوفريز بتبقى لا موجوده انسايد وفي منطقه الحوض في البلفيك ريجن هي. طيب تبقى انا كده هختار الثايرويد ماشي، لان هي الايه الكالسيتونين، اوعى تنسى حاجه زي كده. وممكن اختار كمان الادرينال عشان الالدوستيرون. بس كده يبقى تبقى رقم 1 ورقم 3. حلو ماشي. كمان هنا لو كان مختار الباراثايرويد كنت اخترتها، لان هنا 1A 1D انت هنا مشاور على الثايرويد ولا على البارا؟ طبعا بما ان هو راسم شكل الباترفلاي، شكل الفراشة، فطبيعي ان هو قصده الثايرويد وليس الباراثايرويد. 4 بيقول the opposite graph represent the results of metabolic rate monitoring of 4 children during the first year after birth. يعني انا بتابع الحرق بتاعهم ماشي ازاي ب4 children، ومنساش ان الجزء اللي هنا ده جزء normal rate اللي هو رقم Y. طيب study it and answer which of these children suffers from cretinism. اللي suffer from الكريتينيزم جدا هيكون اقل واحد في الميتابوليك ريت اللي هو هيكون تمام. ده مرعب مرعب. تمام. طب انا ليه ما اخترتش اكس؟ والله اكس ده ممكن اقول عليه اسمه سيمبل جويتر. تمام، هي دي فكرة، بلس ان هو الايدج بتاعه كبير مش قليل. انا هنا الكريتينيزم بيجي ليه التشيلدرن. طب واكس ممكن يبقى سيمبل جويتر وممكن يكون قلب ليه ميكسديما. فاهمني؟ بس هي اساسي ان هي تبقى سيمبل. ليه؟ عشان هي قريبه من النورمال، يقدر ان هو يعدل الاكل بتاعه والدنيا تظبط. بعد كده بيقول if we know that ان الكورتيزون هرمون is called الستريس هرمون. كلنا عارفين المعلومه زي دي، وانا شرحت لكم حكايتي مع الستريس هرمون في اديسون سيندروم لما جات لي الكلينيك، فاكرين؟ فعشان كده بيقول الكورتيزون is the stress hormone because it raises blood glucose levels in the blood and reduces glucose passage through cell membrane of muscles and fatty tissue. بالظبط، ما هو عايز يعليه في الدم، مش هخليه يدخل جوه الخلايا، هو عايز يعليه في الدم. which hormone has the opposite effect of الكورتيزون؟ اكيد الانسولين، لان الانسولين بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا عشان يحصل لها اوكسيديشن، او ان انا ايه احافظ عليه، او ان انا يعني اعمل له ستورج على هيئه جلايكوجين. بعد كده رقم 6 بيقول the opposite diagram shows a cross section of some body organs. Study it carefully and conclude which of the shown parts are affected by البيتيوتري gland hormones. انهي اجزاء من اللي هنا بتتأثر عليها او بتتأثر بالبيتيوتري gland؟ البيتيوتري gland عندها هرمونات كتير جدا، عندها 8 هرمونات، 6 من الانتيريور لوب و2 من النيورو سكريتري سيلز. فالستة اللي هم مين؟ اللي هو الجروس هرمون، تمام، والتي اس اتش والاف اس اتش والال اتش وكمان الاي سي تي اتش والبرولاكتين. حلو، دول كده بالنسبه لي 6. فاضل 2 الاكستوزن والاي دي اتش. بما ان احنا هنا بنتكلم على زي اللي هي الكدني، واضحه جدا، وهنا الواي اللي هي المظله، والاكس ده اللي هي الكورتكس. طبعا قولا واحدا ان انا ما ينفعش اختار واي، لان الادرينالين ملوش علاقه ابدا بالبيتوتري جلاند، بس انا هختار اكس اند زد. ليه بقى هختار اكس اند زد؟ لان الكورتكس عندها الاي سي تي اتش يقدر ان هو ياثر عليها، وكمان الكدني بتاثر عليها هرمونين، بيأثر عليها هرمون لا هو هرمون واحد اللي هو الاي دي اتش دايركت، وان دايركت الاي سي تي اتش. هي دي الفكرة. ده غير بقى ان الجروث هرمون اصلا بيأثر على كله، بس هنا الفكرة الأساسية ان انت برضو مش هيختار المظلة، لان المظلة هرموناتها بايه؟ امينو اسيد، مش بروتين بيتصنع، ده امينو اسيد. بعد كده بيقول study the opposite diagram which represent a part of digestive system. اللي انت اخدته السنة اللي فاتت اللي هو السمول intestine، البنكرياس، الجول بلادر، والحاجات اللي ليها علاقة بالهضم. then conclude according to your curriculum، according للمنهج بتاعك، يعني اهو مش عايزين اي فتي. which of the following tissue أو of the shown tissues are targeted by a hormone secreted from tissue L. أنهي من التيشو دي targeted يعني عندها target
يعني التارجت بتاعها هو هرمون بيطلع من هي مين دي السمول انتستين، اللي هو جزء الديودينم، بيطلع هرمونين اللي هو السكرتين والسي سي كي. طيب هو بيتارجتوا مين؟ والله على حسب. لو انت قصدك السكرتين فهو بيتارجت، يعني هو السكرتين والسي سي كي بيتارجت الاكزوكراين بارت اوف البنكرياس. طب واي بيتارجت الجول بلادر اللي هو مين؟ اللي هو السي سي كي. فاحنا لو جينا اتكلمنا هنتكلم على مين؟ هنتكلم عن الواي كده كده اساسي، يعني اي اجابه فيها واي كده كده اساسي. وكمان هختار ما بين الاكس والزد. طب هختار على اساس ايه؟ هختار على اساس الايه؟ الضغط. طب هعرف منين الضغط؟ هعرف اللي هو هنا، يعني بص جزء اكس ده كور خضراء اهي، الكور الخضراء دي او الزرقاء دي هي دي الايريس اوف لانجرهانز. طب شايف زد كده؟ لو انت ملاحظ بص زد ده جزء ورايح في ماسورة، رايح في ماسورة، يبقى هي دي الضغط. يبقى كده اكيد الواي والزد هي دي الايه؟ الجول بلادر اللي هي الواي، والزد دي هي جزء الضغط بتاع البنكرياس اللي انا بسميها بنكرياس اسايناي. بنكرياس أسايناي. بعد كده بيقول a researcher يعني باحث measured the change in the length of a plant stem growing under a suitable conditions after removing the growing tip. طبعا دي معلومة قديمة من شابتر 1 ان انا اشيل الجروينج تاب وهيبدلها ببيس اوف اجار containing auxins. اجار عنده اوكسنز بغض النظر عن الصغاريط مش عارفه في ايه. in light of this which graph represents the results of this experiment. ايه نواتج الاكسبيرمنت دي؟ نواتج والله الاكسبيرمنت دي ان انا before حلو الدنيا هتبقى لذيذة، يعني بيفور الدنيا هيبقى فيه جروس، فعشان كده هشطب على ايه بس. حلو، فيبقى فيه جروس اهو وجروس وجروس. طيب بما اني رجعته فيه اوكسينز فهيحصل هيكمل الجروس، فهنا هيقف لأ، لان الاوكسينز موجودة هيرجع تاني، فهو هيقف لفترة لحد ما انا ارجعه بالاوكسينز وبعد كده الاجار بالاوكسينز وبعد كده يكمل. فاجابة بي نموذجية. طب وهنا بيقل ليه؟ بيقل مش انا مرجعه له اوكسنز، ايه اللي يخليه الجروس بتاعه يقل؟ بالعكس هيكمل ان هو يطلع. بعد كده 9 بيقول the diagram shows a herbaceous plant stem exposed to light from one side. Study it and answer which of the following applies to part Z. تفتكروا ايه اللي ممكن اعمله لبارت زد؟ سؤال جميل جدا، سؤال حلو قوي. بيقول ايه بقى؟ ان انا هنا عندي الاكس وهنا عندي الواي، ده كده كده الجزء اللي فيه الاوكسنز. تمام، انا دلوقتي هنا اللايت جاي من الناحيه دي، فطبيعي ان هو اللايت هيروح لها. ماشي، اللايت هيروح لها يبقى الاوكسنز هتنزل، هتروح هنا هتزيد قوي ناحيه زد، مش هتزيد ناحيه ال. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الاوكسنز ما بتحبش حاجتين، اللايت والتاتش. محدش يمسكني، محدش يعمل لي الايه؟ اللايت. فعشان كده زد ده يعتبر it's a responding region. يعني ايه respond؟ يعني بتاع الاستجابة، ده الكيرفيتشر، ده اللي هو ايه؟ هيتني. فينفعش اقول receiving. مين الريسيفنج او مين الريسبشن؟ اللي هو الاكس والواي. تمام، بس هو هنا الناحية دي هي اللي هتبقى بالنسبة لي ريسيفر. تمام، فخلي بالك. طيب يبقى زد ده ريسبوندنج، هختار ايه بقى؟ هل هو السايد اللي عليه هايست سيل elongation ولا لو سيل elongation؟ طبعا هيكون الهايست. ليه؟ لان هو عنده الاكثر في الاوكسنز، وده الناحيه اللي هيحصل فيها البندنج. يبقى اللايت جاي من هنا، البندنج هيكون مش من ناحيته، الناحيه التانية. خلي بالك من حاجه زي كده. بعد كده بيقول based on your study of the following diagram the receptors for the chemical substance discovered by Starling are found on the cell number. اكيد البنكرياس الاكزوكراين صح. مش هو ستارلينج راح قال لك ان هرمونات هي اللي بتطلع؟ اللي هي ايه هرمونات ايه يا فندم؟ هقول لك اللي هي السكرتين والسي سي كي. تمام، بس هم اكتشفوا ساعتها السكرتين مش السي سي كي عشان تكون عارف. بس المهم ان هم دول بيشتغلوا على البنكرياس اسايناي. طب هو فين البنكرياس اسايناي؟ اللي هي رقم 3. بس يا سيدي خلاص اتحلت. فهنا لما اجي هختارها هلاقيها سي. طب مين 1 الاستومك، مين 4 الديودينم، مين 3 ايلتس اوف لانجرهانز؟ طيب
بعد كده بيقول if you know that consuming يعني استهلاك drinks containing caffeine استهلاك مشروبات فيها كافيين leads to a production of a large amount of diluted urine هيطلع لي او هينتج لي diluted urine. يعني ايه diluted urine؟ يعني يورين متخفف، يعني يورين كتير جدا، يعني مش اللي هو زي الجلوكوز في اليورين اوزمولاريتي عالية، لا دايليوتد يعني السوليوتس فيه قليلة. تمام، يعني كأنها بتعاكس الاي دي اتش. فبيقول which of the following has opposite effect of الكافيين اللي هو الاي دي اتش. يعني هو بيديك ايحاء ان هو مش اثر على الانسولين خالص او حاجة زي كده، لا هو كأنه يعني هو ايه، كأنه بيعاكس شغل الايه، الاي دي اتش. طيب البرولاكتين ده للرضاعة، الجلوكاجون ده في حالة الفاستنج، أنا مهبطة محتاجة جلوكوز، الأكسيتوزن في حالة الطلق. بعد كده يا جميل بيقول لنا the opposite diagram represent a lateral view. what the meaning of lateral يعني جانبي of thyroid gland. study it carefully and conclude which of the following statements is correct. انهي واحدة من الستيتمنتس اللي قدامك دي صح؟ تعال نشوف بس ان ده هنا اوبشن الواي وده هنا اوبشن الاكس، ده كده البوستيريور وده كده الانتيريور. عرفتي منين يا دكتور؟ الازمس بورشن يا جميل. فبيقول هنا بقى ايه the scapula bone is in the same direction of الإكس. أكيد لأ غلط، لأن السكابيلا it's a dorsal أو posterior bone. طب الاسترنم is the same direction of الواي. أكيد لأ، لأن الاسترنم it's an anterior bone. طب الكلافيكال bone is in the same direction of الإكس. لأن الكلافيكال it's an anterior bone، دي هتبقى بالنسبة لي صح جدا. طب الفيشيال بون اوف ذا سكال at the same direction of الواي. اكيد لا، لان الفيشيال يبقى ده anterior بون. تمام، فعشان كده واي ده posterior، فهتبقى خطأ. بعد كده بيقول based on your study according للدراسات بتاعتك of the opposite diagram what is the correct hormonal sequence that leads to the transformation of the cartilaginous layer X into bony tissue in children. ان انا اخليها فيها، ان انا اخليها تبقى هي عظم، اكيد ان انا عملت فيها، حطيت فيها كالسيوم، لان الكارتج مش زي الصلابه بتاعه العظم. وايه الفرق ما بين الكارتج والعظم؟ اللي هو عنده كالسيوم، فاكيد انا خزنت فيه كالسيوم، فعشان كده لازم يكون فيه عنصر الكالسيتونين. تمام، ولكن انا قلت في التشيلدرن. طب هل التشيلدرن دي بتكبر ولا لا؟ اكيد بتكبر، فلازم الاول يكون عندها جروس هرمون انها تكبر، بعد كده انها تتحول لايه، لعظم. تمام، فعشان كده لازم اختار الجي اتش الاول، بعد كده الايه، الكالسيتونين. ليه؟ لان الفكره كلها ان انت حطيت كالسيتونين الاول، انت حطيت كالسيوم عليها، لا انا حد بيكبر، فطبيعي ان حد لما يكون بيكبر السيكونس بتاعه بيكون الجروس هرمون لانه عالي قوي في الطفوله، وبعد كده الكالسيتونين يبتدي ان هو يشتغل. انا ما طولتش من ساعه 6 ابتدائي، من ساعه 5 ابتدائي، هو نفس الهيئه. تمام، بس الكالسيتونين شغال وبيحط الكالسيوم عادي. ماشي، فدي خلي بالك الايه، السيكونس. عشان كده ما تختارليش سي الاول، طبيعي ان انا هكبر بعد كده هيحصل اي عملية تانية. 14 بيقول the opposite diagram shows the effect of a hormone on liver cells. Study it carefully and then determine which of the following represent X and Y respectively. طبعا هنا X هتكون الفكرة الأساسية بتاعته إن هو مين؟ اللي هو هيمسك هرمون بيمسك فيه ريسبتورز، وبعد كده واي واضحة جدا اللي هي الجلايكوجين. بعد كده الجلايكوجين ده اتكسر و على هيئة جلوكوز وطالع بره. طبعا مستحيل يكون انسولين، عشان نكون واضحين، مستحيل يكون انسولين. ليه؟ لان الفكره الاساسيه بتاعته ان هو بيكسر، فهو فكرته ان هو ايه، بيبني انابوليزم، فمش هينفع. طيب مين اللي اتكسر عندك ده؟ الجلايكوجين، يبقى واي ده هو ده الجلايكوجين، فعشان كده ما ينفعش اختار دي لانه كاتب جلوكوز، يبقى انا هختار بي انسب اجابه. الادرينالين فعلا عنده الاوبشن ان هو يكسر لي الايه، او يعمل لي كونفرجن للجلايكوجين انتو، برافو عليك، اللي هو مين؟ اللي هو الجلوكوز.
فده الطبيعي، فعشان كده انا اهو معاها. طب ليه ما اخترناش جلوكاجون؟ بسبب الحوار ده. طيب هل الليفر سيل عائق معايا؟ بالعكس، دي هي هتبقى احسن حاجه في الدنيا اختارها، لان هي هتبقى بالنسبه لي حلوه قوي. عشان حوار مين؟ الجلوكاجون اللي هو الجلوكوز، ان انا عايزه اعليه والكلام ده، والليفر اصلا تبع الايه؟ الجلوكوز. تمام، الليفر تبع الايه؟ الجلوكاجون. بس طيب 15 بيقول which of the following statement describe the cells responsible for regulating ال body water content. body water content اللي هي ال EDH. ال EDH بقى تعال نشوف هي انهي واحد ايه من دول. دلوقتي بيقول هي endocrine فيزيكولار سيلز، دي يعني ثيرويد، يبقى دي غلط. فيزيكولار زي ما احنا قلنا ان هي الثيرويد. واندوكراين نيورو سكريتري سيلز، حلو جدا. داكتال فيزيكولار دي اللي هي البنكرياس الاكزوكراين بارت. ستورنج جلاندولار سيلز يعني اللي هي ايه؟ سيلز بتعمل ستورج، يعني ممكن عارف نقول ايه؟ اللي هي الاجزاء اللي هي اللي هي النيورو سكريتري سيلز بس اللي تحت، اللي هي هقولها لك، اللي هي الاندنج بتاعت النيرف، يعني اللي هو فهمني اي حاجه بيخزن بالنسبه لي. فاجابه برضو عايمه. 16 بيقول study the opposite diagram carefully and conclude what is the direct effect of hormone X in the male body. والله انا عندي جلاند اكس وهرمون بيطلع بيستيميليت الماتوريشن بتاع الاوفيريان فوليكل. اوفيريان فوليكل يعني الاف اس اتش، عشان تكبر وتبقى جرافيان فوليكل، صح؟ طيب احنا بقى عايزين نعرف الاف اس اتش ده بيأثر ازاي على الرجاله. بيأثر على السبيرمز، تمام. فعشان كده بيقول لك formation of seminiferous tubule والسبيرمز. طبعا لان احنا عارفين التستس بتتكون من كور كده، تمام، وجواها سيلز صغنونه كده بسميها interstitial cells، والسيلز دي هي seminiferous tubule، ودي اللي جواها بيتصنع السبيرمز او بسميها spermatogenesis، ودي احنا هناخدها في شابتر 3 فلا تقلق، بالتفصيل ممل. طب الجروس بتاع البروستات والسيمينال فيزيكل ده هنا علامات البلوغ. فعلامات البلوغ بتبقى الايه؟ التستس، عشان تكون عارف. سوري، التست اللي هو تستوستيرون. stimulating السكريشن of الاندروجينز by interstitial cells، ده كده ال LH. stimulating الميوزس division of الجيرم cells، ده كده ال FSH. ودي هناخدها في شابتر 3 يا عزيزي، الميوتك ديفيجن والحاجات دي. واصلا عايزه اقول انها غلط. ليه بقى؟ الجيرم سيلز او برايمري جيرم سيل دي اصلا بتعمل ميتوزس ديفيجن مش ميوزس، عشان نكون واضحين. يعني دي غلطه اصلا هتكتشفها انت في شابتر 3 في ليسون 4 بالتدقيق يعني اللغوي. طيب بعد كده بيقول ايه بقى؟ which of the following describes gland C present in the opposite diagram. اللي هي اللاكريمال جلاند برضو هتبقى external secretion، فانا هشطب على C و D. external secretion outside ولا inside the body؟ بتكون، برافو عليك، بتكون ايه؟ outside the body. امال مين الانترنال او inside the body؟ inside the body بتبقى زي السلايفا، salivary gland، digestive glands، اي حاجه ما تطلعش بره جسمك انت ما بتشوفهاش عليك يعني. بعد كده بيقول study the two diagrams carefully and answer which of the following pairs اللي هي الازواج دول، يعني اللي هم اللي هي الايه؟ الهرمون والتارجت سيل represent اللي ايه؟ هرمون and التارجت سيلز it primarily act on. طيب هنا هرمون A وهرمون B. طبعا هنا احنا هنشوف مين الأتخن ونبتدي نتكلم عليه. يعني ايه؟ يعني الحتة التخينة هتبقى ده بالنسبة لي مين؟ ده بالنسبة لي الانتيريور لوب، وده البوستيريور لوب. طيب هنا هيبقى بالنسبة لي سي دي الكورتكس، اكس دي كورتكس، واي دي المضلة، وده هنا الكدني. فبيقول بقى تعالى نفصص واحدة واحدة بالذات. فبيقول ان هرمون بي and سيل اكس، لا مستحيل، لان مفيش حاجه في الاي دي اتش او الاكستوزن يعمل كده. طب هرمون A وسيل دبليو. هرمون A على اساس ان هي لا، مفيش حاجه دايركت. ليه؟ لان الاي سي تي اتش لازم تروح لمين؟ للكورتكس الاول. هو بيقول ان هو شغال على التارجت سيل، لا. هرمون B and سيل دبليو، هي دي الاي دي اتش وايه؟ والكدني، فدي تنفع. هرمون A
and cell Y هرمون A اللي هو الانتيري لوب، يعني حاجة من الانتيري لوب وهرمون Y. لا طبعا، اولا البيتوتري جلاند ملهاش علاقة بالمظلة. بعد كده بيقول the opposite graph shows the changes resulting from injecting a person with insulin hormone. What does column Y represent؟ لما أنا أحقن حد بإنسولين هرمون، تمام، إيه اللي ممكن يحصل؟ دلوقتي هنا يا بيه بيقول إيه بقى؟ ده زي ما هو، إكس زي ما هو، Y قل وزد زاد. فهو بقى عايز يعرف بقى Y ده مين اللي قل ده. والله انا لما احقن حد ويقل اكيد الجلوكوز في البلد قولا واحدا لانه دخل اتخزن، يعني هي ده وش. بس تعالى نقرا الاجابات. بيقول amount of glycogen، بالعكس دي هتبقى زد، ان هي هتزيد الجلايكوجين لان انا اصلا الانسولين بيخزنه على هيئه جلايكوجين. amount of fat بالعكس هتبقى زد، هتزيد. الفركتوز concentration بالعكس هتبقى زي ما هي اللي هي اكس. اما مين بقى واي هيبقى دي الجلوكوز concentration in the blood، هو ده اللي هيقل فعلا. وملحوظ لان دي وظيفة الانسولين ان هو يقلل الجلوكوز في الدم، صح؟ طيب بيقول the following diagram shows the growth of two plant stem، زي ما احنا شايفين كده. بس بيقول ان stem واحد عندها growing tab secreting auxins، وstem 2 عندها growing tab is removed. حلو قوي. in the light of this، يعني معنى كده ان هو عايز عينيك تشوف what can be concluded about the role of auxins in the diagram. انا دلوقتي هستفيد ايه من وظيفة الاوكسنز؟ تمام. اللي انا شايفاه من وجهة نظري ان انا هنا لما شلت الايه الاوكسنز انا حاسه ان بقى فيه اسمها ايه دي كنت اقول لك شرايين، برانشز اكتر، صح؟ على عكس هنا لما كانت التب موجوده حسيت انها كانها محجماها. هي دي الفكره، انا ده اللي انا شايفاها. فواضح ان الاوكسنز استيميوليت الجروث بتاع اللاترال باد انتو برانشز. لا، الاوكسنز بتمنع زي ما هي عامله في ستيم 1، بتمنع ان يكون في اي حاجه برانشز، تمنع ان هو بيبقى فيه برانشات. ماشي، ده اللي انا شايفاه. فبيقول لك absence of auxins causes leaves drop، ان هي ممكن تموت او انها تقع او تموت وكده. لا، auxins have no effect on the growth of lateral bud. لا، انا شايفه ان هو كان فيه effect، وزي ما انتوا شايفين اللي هو الايه البرانشز اهي موجوده. بعد كده يا عزيزي 21 بيقول if you know that، لو انت عارف ان شيهان syndrome results from reduced blood supply to the anterior lobe of pituitary gland after a childbirth. Which of the following does not result from this syndrome؟ شيهان من ضمن السندرومز، طبعا دي مش تبعي بقى، دي بتاعت نساء وتوليد انا ماليش فيها، تمام، مش هقول لكم انا شفتها والكلام ده مستحيل. بس الفكرة كلها ان هي يا عيني لما ساعة الولادة بيتقل قوي الدم للانتيريور لوب، واي حاجة بتقل فيها الدم بيحصل حاجة اسمها نيكروزس، اللي هي ضمور او انها تبوظ او انها الفانكشنز بتاعتها تتأثر. فعشان كده اي حاجة للبيتوتري جلاند هتتأثر فيها، سواء انتيريور او بوستيريور، كل حاجة هتتأثر. فهو الراجل عايز يعرف بقى اي حاجة نوت بقى، يعني ايه اللي مش هيتأثر. فبيقول الريجولار منسترال سايكل طبيعي، لان الاف اس اتش والال اتش دول هيتأثروا، فطبيعي ان هي ممكن ايه المنسترويشن انها تتأثر، وده اللي احنا هناخده بإذن الله في شابتر 3. طيب تعالى بقى نكمل. هو بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا اسمها difficulty in breastfeeding. يعني ايه حضرتك breastfeeding الا وهو الرضاعة. فهيتأثر في الرضاعة طبعا الاكستوزن، الهاي بلاد بريشر. والله لو احنا جينا حسبناها بالمنطق ده هيبقى غلط. ليه؟ لان انا بقولك ان انا عندي مشاكل وعندي ضمور وانها باظت، ممكن تكون حاجات منها باظت، فالمفروض ان انا هحس انها عندها بريشر قليل، يعني البلاد بريشر بتاعها هيكون قليل مش هيكون عالي، فدي هتبقى بالنسبة لي خطأ. decrease السكريشن of الثايروكسين هرمون، ان انا هقلل السكريشن بتاع الثايروكسين هرمون طبيعي، لان التي اس اتش ساعتها هيتبهدل معانا. بيقول the opposite diagram shows the structure of active ductal gland in the mother. active يعني هي شغالة وبتنتج. يعني if you know that in cell X
contain actin filament يعني دي muscle. وسيل واي extract الميلك components from البلد، وسيل واي وظيفتها انها extract السيل component، يبقى دي الضغط، يبقى دي المامري جلاند يا بيه. بيقول لك which of the following is correct. هرمون stimulating cell X، مين اللي هيأثر على سيل X؟ انا لو مكانك هختار اكيد الاكستوزن، لان الاكستوزن هو ميلك ليتنج. يعني ايه ميلك ليتنج؟ هو عايز الميلك ان هو ينزل، فالميلك ان هو ينزل تمام بسبب ايه؟ بسبب الماسلز اللي موجوده حوالين الايه، حوالين المامري جلاند، فهو بيحصل لها كانه بيعمل سكويزنج، بتعمل ايه كونتراكشن بحيث انها تطلع الميلك. طيب حلو. طب بعد كده بيقول هرمون ستيميليتنج سيلز واي، مين؟ اكيد البرولاكتين، وهو كاتب كده اصلا. اخر واحده بقى الميكانيزم اوف ستيمولس ديليفري. يعني ايه ميكانيزم اوف ستيمولس ديليفري؟ يعني مين اللي هيأثر على الايه اللي هو ازاي هيوصل له. فازاي هيوصل له؟ هو بيقول هنا via nerve cells اللي هي البلد والبلد، ولا via nerve؟ يعني هما هيوصلوا ازاي؟ الاكستوزن والبرولاكتين هيوصلوا عن طريق البلد يا بيه، هيوصلوا عن طريق الايه، سوري، عن طريق الدم، لان هما الاتنين هرمونات. افهم هو هنا طالب ايه. هو هنا طالب الميكانيزم اوف ستيمولس ديليفري. يعني ايه ستيمولس؟ يعني ده ستيموليتنج وده ستيموليتنج. حلو. احنا قلنا الاتنين هرمونات، هما بيوصلوا ازاي؟ بيوصلوا عن طريق البلد. فده سؤال حلو قوي، خلي بالك منه. بعد كده 23 بيقول which of the following stimulus the secretion of الكالسيتونين from الثيرويد جلاند. يعني مين اللي بيعمل stimulus للكالسيتونين؟ اكيد حاجه واحده بس، الا وهي الايه، الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم. فالراجل بيقول هنا nerve stimulation ولا hormonal stimulation ولا increase the concentration of an iron in blood و decrease in concentration of an iron in blood. يعني ايه ايرون؟ هو اكيد قصده كالسيوم، اكيد قصده كالسيوم. فهي اكيد هنا هيبقى الاستيمولس بتاعي ان هو increase in the calcium in the blood، مش الايرون خالص، حديد. اصل ما ينفعش اقول هرمونال ولا نيرفس زي ما احنا عارفين. احنا عارفين ان هو اللي بيأثر على الكالسيوم وبارس هرمون هو قد ايه الكالسيوم موجود، قد ايه الكالسيوم موجود في الدم. قد ايه الكالسيوم موجود في الدم؟ يبقى لو عالي قوي يبقى هنا هضطر الكالسيوم يطلع عشان يقلله، ولو قليل قوي هيضطر يطلع بارس هرمون عشان يعليه. ماشي، يعني الاجابه دي لو هي كالسيوم هتبقى للبارا هرمون. بعد كده يا جميل بيقول لنا the opposite diagram shows a group of endocrine glands in the human body. Which of these glands its decreased activity causes nervous irritability؟ يعني وهي مش شغالة تمام بتعمل nervous irritability، وهي مش شغالة بتعمل nervous irritability، يبقى دي الباراثرمون هرمون. لما بيكون قليل بيحصل ان الكالسيوم بيقل، وبعد كده الكالسيوم بيقل بيجنن عندنا السيلز. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل زي ما انت عارف ان هو نيرفس irritability بقى، والماسل سبازم والكونفولجنز والحاجات الجميله اللي انت عارفها دي. ماشي. طيب هل في نيرفس irritability ثانيه والانكري في حاله انكريس الاكتيفيتي؟ ايوه، في حاله الاكزوفثالميك جويتر. الاكزوفثالميك جويتر عندها نيرفس irritability عاليه جدا في حاله ان الثيروكسين بيكون عالي. طيب هنا اكس بيقول هنا ايه؟ الباراثايرويد. فهنا اكس دي لذيذة تمام، وهنا واي دي اللي هي الثيرويد، وهنا زد دي مش عارفة هو هنا قصده بيتوتري جلاند عموما يعني. والله انا لو مكانه هختار اكس اونلي، هتبقى هنا الاجابة ايه والدنيا هتبقى لذيذة. بعد كده بيقول if you know that in ايه craniopharyngiomas، اي حاجة اخرها اوما في الاخر كده او اوما يعني اكيد فيها ورم. فتعالوا بقى نعرف هو ده ورم حميد ولا ورم خبيث. هو بيقول ار benign tumor. يعني ايه benign؟ شوف ما قلتش benign، اوعى benign tumor. طيب دلوقتي benign يعني ورم حميد تمام. الورم الخبيث اسمه malignant. اول حاجه تاخدها في الكليه، يعني ما جبتش حاجه من عندي يعني باثولوجي، بس دي سنه تالتة، بس انا قصدي البيزكس. يعني اي جنرال هيقول لك انواع التيومرز بتاعتنا. فبناين يعني حميد، يعني وجوده مش بيأذي حاجه. الورم الخبيث هو بيطلع انزيمز او بيطلع حاجات بتاكل السيلز اللي حواليه، وبيفضل يعمل كتير 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 كتير، حاجه مستفزه تمام، سيلز كتيره.
المهم بعد كده بيقول that form below the brain near the pituitary gland. يا لهوي يا لهوي. and the large size causes pressure on infundibulum. يعني هو البريشر، ما هي ورم، ما هي حاجة ملزلزة مقلبزة كده. which of the following is expected to occur as a result of this effect. متوقع ان انت تحس بايه بحاجة زي كده؟ اولا هحس ان هرمونات الاي دي اتش والاكستوزن مش عارفة تطلع، لان انا هنا ضاغط عليها قوي. فهنا الهايبوثالاموس وده التيومر ودي البيتوتري جلاند. فهنا هنشتغل على اي حاجه ليها علاقه بالاي دي اتش والاكستوزن. فهنا بيقول جلوكوز اكسكريشن ان ذا يورين، ده معنى كده ان هو عنده السكر؟ لا، عنده السكر بيطلعه في اليورين، يبقى ده انسولين، ملوش علاقه بالاي دي اتش والاكستوزن. انكريز البلاد بريشر، ده ليه علاقه بالاي دي اتش، بس هل مشكله زي دي هتعمل لي انكريز البلاد بريشر؟ انت شايف كده؟ اكيد لا، بالعكس هي هتقلله، لان هو هيقل الانفلونس بتاعه، هي decrease. بيقول increase urination frequency، هي دي. عارف يعني ايه frequency؟ يعني هو بيدخل حمام كتير. ايوه، عشان هو هيأثر على ال ADH. طب increase الosmolarity of اليورين، هو اصلا ده الطبيعي، لازم يكون ان اليورين الاسمولاريتي بتاعته تكون عاليه. يعني انا دلوقتي بدور على الابنورماليتي بتاعه الهرمونات دي، سواء الاي دي اتش او الاكستوزن. 26 بيقول لنا the following figure أو the following diagram shows the secretions of an endocrine gland in the male human body. Study it carefully and conclude. What is hormone X؟ ما هو هرمون X؟ بيقول إن هرمون X أو بتروح لجلاند S، بتخليني أطلع إيه؟ استروجين هرمون. طبيعي إن X ده ال ACTH ورايح للكورتكس، والكورتكس هتطلع لي استروجين. ايه ده بجد؟ طب حضرتك ليه ما قلتيش ان ده ممكن يكون الايه الاف اس اتش؟ صح، مش هي تنفع. هو الاف اس اتش هيروح للجرافيان فوليكل، تمام، حلو، ماشي. في الميل، في الميل الراجل عنده اوفري، ده مين ده؟ تبقى عرفني عليه، مش هينفع. تمام. 27 بيقول if you know that ان الدراج اسمه كلومافين blocks الاستروجين receptor on البيتيتري gland. اوبا، عندي مشكلة في كده الاستروجين. which of the following describes its effect on ال FSH secretion. يعني هو بيبلوك الاستروجين ريسبتور على البيتيتري جلاند. هو اصلا الريسبتورز بتاعه الاستروجين مش يعني هو البيتيتري جلاند هنا الفكرة بتاعتها ان هو اسمها ايه دي، لوب. فهي بيتوتري جلاند هي هتحس بالاستروجين، تمام، اللي هو قليل ولا عالي عشان تطلع له اف اس اتش. فانا لما اعمل بلوك للاستروجين يبقى معنى كده ان عمر ما البيتوتري جلاند هيحس ان الاستروجين موجود، فدايما هيحس بالنقص، ان هو محتاج يعلي الاستروجين، فهيحصل له انكريز الاف اس اتش. انت فاهم؟ تعالى اقول لك دلوقتي انا ايه اللي يخلي الاف اس اتش يطلع؟ لما يحس ان الاستروجين قل. هي بصوا، هي الدوره الشهريه بتبقى من ايه 28 يوم. ايه ده؟ ازاي؟ استنى، انت بتبقى عارف فتره البليدنج، بس فتره الدم اللي هي من 3 ل 5 ايام، ده هناخدها في شابتر 3، بس تعالى احكي لك عنها. بعد كده دي فتره الدم دي بتبقى فتره كئيبه جدا، الهرمونات كلها بتبقى في الارض. بعد ما بتخلص الايه الثلاث خمس ايام دول بتبتدي الهرمونات تطلع. بتطلع بسبب الايه؟ ان الاف اس اتش حس ان في مشكله، ان فين الاستروجين، فهو طالع عشان يطلع الاستروجين. فلما الاستروجين بيوصل لليفل معين ال اتش بيعرف، تمام، ان خلاص ان الاف اس اتش خلاص خلص مهمته، وان هو لازم يجي يقطع او يرابتشر الجرافيان فوليكل. فاهمني؟ فكلهم بيبقوا عارفين. فلما اعمل بلوكج للاستروجين على البيتوتري هو مش هيحس ان في استروجين اصلا، مهما الاستروجين يقول له كفايه كفايه انا موجود، كفايه انا موجود، فاكر اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف. فلما انا احط الاستروجين ريسبتور دي امنعها، يبقى انا هعمل له على طول كانه بعمل له انهبيشن، كانه هو يعني كان انا بقول له لا ما تشتغلش خالص، كانه مش موجود. فكانه مش موجود، الاف اس اتش مش هيعجبه كده، هيطلع عشان يعليه. بعد كده بيقول what is the chronological order، يعني الترتيب العمري of the rules of secretin والايه الثايروكسين when consuming a carbohydrate. يعني مين بيطلع الاول؟ انا لو مكانك هختار طبعا السكرتين بيطلع الاول، بعد كده الثايروكسين، لان السكرتين ليه علاقه بالهضم الدايجيشن، اما الثايروكسين ليه علاقه، برافو عليك،
بالابزوربشن الا وهي الامتصاص بتاع الاكل. يبقى هما بيكونوا successive وليس opposing وليس separated وليس coincident يعني هما الاثنين شغالين في نفس ذات الوقت مستحيل. separated يعني ما لهمش علاقه ببعض وهما الاثنين اصلا لهم علاقه اكيد بالهضم والامتصاص. opposing يعني بيكونوا عكس بعض يعني هما ما لهمش علاقه ببعض اصلا، واكيد ده غلط. اخر سؤالين عندنا في الاكزام بيكونوا essay، تعال نحلهم. بيقول the opposite diagram shows an exocrine gland in human body study it carefully and answer. هنا عندي x وهنا عندي z وهنا عندي y. ايه يا اختي y ده؟ ممكن يكون قصده الميدل لوب يعني ولا ايه؟ المهم تعالى نكمل. بيقول which part of the gland are made of glandular cells، يعني انهي بارت من الجلاند اللي قدامك دي عندها glandular سيلز. طبعا هقول الزد والواي. ليه؟ لان الاكس ده بصوا ده مين؟ ده البوستيريور لوب او بيتيتري جلاند لانه اصغر من تحت، احنا قلنا اللي من تحت بيكون اصغر ده بيبقى بوستيريور لوب، فاكيد الواي والزد. الواي والزد هما الجلاندولار سيلز، الميدل لوب والانتيريور لوب. طيب which part اللي هو الادينو هايبوفيسيس which part secretes a hormone that indirectly affect النفرون؟ هيكون مين؟ برضو نفس هنا الاوبشن، بس هنا بقى احنا واخدين اللي هو الانتيريور لوب اللي هو الزد، احنا ما خدناش حاجه للميدل خلي بالك، ماشي؟ فعشان كده ده هيكون الزد اللي هو مين؟ اللي هو الاي سي تي اتش. كلم حد يكلم حد يكلمني، تمام؟ اللي هو الاي سي تي اتش هيطلع يروح للكورتكس والكورتكس هتطلع الالدوستيرون. بعد كده بيقول 30 study the following schematic diagram which shows the action of a hormone، يعني شغل هرمون and conclude. جلاند A عندها هرمون X gastrocnemius muscle stimulates الايه الجلوكوز passing through السيل membrane. هنا جلاند A ايه اللي هيحصل؟ برافو عليك ان هي هتطلع هرمون، الهرمون ده هيروح للجاسترونيمس ماسل هيخليها تباس الجلوكوز يدخل جواها. الجلوكوز يباسنج ثرو السيل ممبرين، يعني لو هو قصده لجوه يبقى ده انسولين، يبقى ده وش كده انسولين اهو. طب والجلاند اللي هي البيتا سيلز البيتا سيلز اوف البنكرياس او ايلس اوف لانجرهانز، تمام؟ بس لازم تبلغوا البيتا بس يا سيدي. فيقول لك هرمون اكس ده مين and what is building unit امينو اسيد طبعا لانه بروتين. هرمون بص جلاند ايه اللي هي ان انت ممكن تقول ان هي البنكرياس، هو طالب البنكرياس ما قالش السيلز بتطلعها فقال هنا هنقول البنكرياس، ممكن تقول له هنا البيتا سيلز اوف الايه الايلس اوف لانجرهانز. and what type is it قول له ميكسد ان هي فيها ان هي اندوكراين واكزوكراين، ماشي؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك. وبكده احنا خلاص خلصنا الفيرست اكزام بنجاح وتوفيق يا حلوين، ولو احتجتوا اي حاجه متنسوش ان انتوا تبعتوا لنا. يلا باي.